القادمة. وطالما جينا واحنا بنتكلم على الأكراد، عاملين فقرة السبعة النهاردة وهنقولها في الجزء الأول من حلقة النهاردة. إيه فقرة السبعة النهاردة بقى؟ في شخصيات مصرية جذورها كردية، شخصيات كتيرة. اخترنا النهاردة أشهر 7 مصريين مشاهير في مجالات الفن والكتابة والإبداع جذورهم كردية. هنبدأ بالشخصية الأولى من أشهر المشاهير، أول مصر مش أول مصري كردي، أشهر شخصية مصرية كردية جذورها كردية بدأنا بيها النهاردة. قاسم أمين، قائد حركة تحرير المرأة 1863. قاسم أمين أنا وأنت نعرف من وإحنا في ثالثة إعدادي، اللي هو صاحب أشهر كتاب اللي هو تحرير المرأة. قاسم أمين مواليد 1863، أبوه كردي تركي وأمه مصرية من صعيد مصر. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة طارق بن زياد اللي كانت تضم أبناء الطبقة الأرستقراطية. انتقل بعد كده مع أسرته إلى القاهرة، أقام في حي الحلمية الأرستقراطي وقتها. حصل على الثانوية العامة، دخل كلية الحقوق وحصل على الليسانس 1881. راح بعثة دراسية إلى فرنسا، وأثناء دراسته بفرنسا جدد اللقاء والعهد مع جمال الدين الأفغاني، حيث كان المترجم الخاص بالإمام مثلا محمد عبده في باريس. قاسم أمين هو الداعي إلى تحرير المرأة المصرية. قاسم أمين ده جذوره كردية، أبوه مباشرة تركي كردي. نروح لتاني شخصية مصرية كردية. أحمد شوقي، أمير الشعراء، حافظ القرآن 1868. أمير الشعراء اسمه أحمد شوقي علي أحمد شوقي بيك، ولد في القاهرة سنة 1868. أبوه كردي من سليمانية في كردستان العراق، وأم تركية، يعني أبوه كردي أم تركية. جدته لأبيه شركسية، بينما جدته لأمه يونانية. لكن أحمد شوقي مصري أمير الشعراء. طبيعة المرحلة دي في الدولة المصرية وعلى مدار تاريخها، مصر كانت منفتحة على العالم، كل العالم كان موجود هنا. فلما أنت لا تفاجأ بأن مشاهيرك ينتموا إلى جذور كردية. أتم شوقي مراحل دراسته الأولى في مصر، ودرس الحقوق في فرنسا. نفى الإنجليز إلى أسبانيا بسبب قصائد سياسية نظمها ضد الاحتلال الإنجليزي إلى مصر لمصريته. حصل على لقب أمير الشعراء إمتى؟ 1927. مات سنة 1932. له في مجال الرواية روايتين، ألف روايتين، يعني هو مش مجرد شاعر فقط. نفتكر مع بعض. الرواية الأولى عذراء الهند، والرواية الثانية الفرعون الأخير. نروح لثالث شخصية مصرية جذورها كردية. عباس محمود العقاد، مؤلف العبقريات 1889. عباس محمود العقاد مؤلف العبقريات جذوره كردية. جذوره كردية للعراق، أصول كردية لوالديه، وجم بعد ذلك إلى مصر. ليه 100,000 مقالة، ومؤلف 100 مؤلف، يعني كتاب ما بين شعر، العبقريات، القصة، سارة مثلا. جده كان بيعمل في غزل خيوط الصيد، لذلك اكتسب لقب العقاد، العقد بتاعت الصيد، الشبك. وده أصبح لقب لعائلته. ثم استقرت العائلة في محافظة أسوان. التحق العقاد بمدرسة المواساة الابتدائية، وذات يوم وأثناء زيارة الإمام محمد عبده للمدرسة طلب الاطلاع وقراءة بعض المقالات اللي بيجتهد التلاميذ في كتابتها، فقرأ المقال الخاص بالتلميذ عباس محمود العقاد. في الوقت ده بعد ما قرأ المقالة، الإمام محمد عبده قال جملته الشهيرة التي أثرت في حياة العقاد. محمد عبده لما قرأ المقالة بتاعت العقاد قال إيه بقى؟ حري بهذا الطالب، يعني جدير بهذا الطالب، هي الجملة تقيلة، كلمة تقيلة شوية، أن يكون كاتبا فذا، وقد كان. نروح لرابع شخصية مصرية جذورها كردية في فقرة 7 النهار.
محمود المليجي، أنتوني كوين الشرق 1910. محمود المليجي مواليد 1910، أقام في حلم غربلين. هتفاجأ زي ما أنا فوجئت، جذوره كردية، الأكراد يعني منتشرين. مصر فاتحة صدرها وأبوابها لكل العرب ولكل سكان المنطقة. فهذا الفنان العظيم اللي وصف بأنه أنتوني كوين الشرق، مواليد 1910 وتوفي 1983 أثناء تصوير فيلمه الشهير المعروف باسم أيوب مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف. بدأ حياته المهنية دوبلير صغير، وابتدى كومبارس بعديها. أول أجر تقاضاه كان 4 جنيه. محمود المليجي، جذور كردية. نروح لشخصية 5 جذورها كردية. سهير القلماوي، أول مصرية تنال درجة الدكتوراه 1911. أبو الدكتورة سهير القلماوي كردي، وأمها شركسية، وأبوها كان كردي بيعمل في مدينة طنطا. سهير القلماوي ولدت في 1911، وهي أول مصرية تنال لقب عظيم وهو لقب الدكتوراه. شكلت أحد أضلاع المثلث النسائي الرائد اللي التحق بالجامعة المصرية لأول مرة عام 1929. كان معاها مين؟ الكاتبة العظيمة الراحلة أمينة السعيد، ووزيرة التأمينات فيما بعد الدكتورة عائشة راتب. كانت أول سيدة تحصل على الدكتوراه، وبالتالي أول سيدة حصلت على الأستاذية. لها مؤلفات كتيرة وتكريمات كتيرة، واخدة 4 جوائز من جوائز الدولة التقديرية، وخدت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1987. نروح لشخصية سادسة مصرية لكن جذورها كردية. عبد الباسط عبد الصمد، قيثارة السماء 1927. تعود أصول هذا الشيخ العظيم، الصوت البارع القارئ العبقري في صوته وأدائه، عبد الباسط عبد الصمد، إلى أقراض كردستان. أصوله من هناك. والده جاء من كردستان وتزوج مصرية، وأنجب القارئ الشهير الراحل عبد الباسط من أقراض العراق. كان شيخ المقرئين المصريين، أحد أبرز القراء، صاحب الشهرة الأوسع في العالم الإسلامي، وقرأ القرآن في مكة، مختلف عواصم العالم الإسلامي. عنده ثروة كبيرة من التسجيلات النادرة للإذاعة المصرية. تقريبا سافر كل دول العالم. توفي الراحل الكبير عبد الباسط عبد الصمد سنة 1988. نروح للشخصية الأخيرة النهاردة، المصرية اللي جذورها كردية وقد تفاجأ بذلك. سعاد حسني، ابنة حسني البابا الذي أنجب سندريلا ونجاة الصغيرة 1943. سعاد حسني ابنة حسني البابا، سوري كردي، هي مواليد 43. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منح الجنسية لسعاد حسني عام 65. يعني احنا دي السندريلا ودي معشوقة الشباب والجماهير حتى الآن، ومصرية فنانة شهيرة عظيمة. طبعا ماتت، قيل أنها ماتت منتحرة، قيل أنها أسقطت بفعل فاعل في لندن، وهي شقيقة المطربة الكبيرة متعها الله بالصحة والعافية نجاة الصغيرة. حبينا النهاردة نتكلم واحنا بنتكلم على فقرة على دعوة الأقراض للانفصال، ان احنا نقول لك ان في جذور، ان في مصريين لهم جذور كردية.